اسمح لي انا بختلف مع حضرتك في حاجه في مساله غياب القدوه. لا، القدوه موجوده. اللي قدام حضرتك دول كلهم قدوه، ودول يمثلوا واحد في المليون من شخوص هي قدوه لكل المصريين. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. احنا عشنا في القرن العشرين كله، واحنا لسه بنتأثر في القرن العشرين رغم انه بقاله ربع قرن ماشي. احنا عشنا على أكذوبتين كبيرتين. الأكذوبة الأولى هي أكذوبة الديمقراطية، لأن الديمقراطية ينظر إليها في الغرب عكس ما ينظر إليها في الشرق، وهي تفسر بعدة، وأن الدول التي تتحدث عن الديمقراطية هي أكثر دول لا تنفذ الديمقراطية. ولننظر مثلا عندنا خير مثال المذابح والكوارث التي شهدتها غزة على سبيل المثال. وإذا نظرنا إلى أمريكا التي تتشدق على مدى القرن العشرين بالحرية، فأمريكا هي من صنعت معتقل أبو غريب، هي من صنعت معتقل جوانتنامو، هي من مارست أبشع أنواع التعذيب على مستوى العالم. هذه أمريكا اللي احنا بنقول إنها صورة من الحرية. أيضا في مسألة الإعلام يا أستاذ أيمن، وهنا بقى بنتحدث بقى عن خبرة في هذا المجال. مفيش حاجة في الإعلام يا جماعة اسمها حياد، لأن الحياد ده يعني أكذوبة كبيرة. هذا الكلام غير موجود وغير حقيقي وغير صحيح، وللأسف لا يتعدى حدود جدران كلية الإعلام. يعني احنا بندرسه للطلبة لمعرفة القيم بشكلها ايه، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. الإعلام هو أداة من أدوات الحروب، والإعلام خلق من أجل الحرب بالمناسبة، وليس الإعلام المهني الذي نتحدث عنه. لو نظرنا إلى كل الحملات على مر التاريخ سواء القديم أو الحديث، هنلاقي إن هذه الحملات فيها حملات إعلامية. حتى يومنا هذا كل ما يحدث أننا أمام مشكلة رئيسية مهمة جدا يا جماعة. فكرة الحرب الشاملة فكرة انتهت. يعني ما عادش، يعني اللي متوقع ان في حرب عالمية ده يبقى غلطان. يعني خلاص ترسانات الأسلحة موجودة في كل حتة، فحرب عالمية دي تفني يكون في أسبوع واحد. القضية ببساطة أن هناك حروب اسمها حروب الهوية، ودي الأخطر يا أستاذ أيمن. حروب الهوية يا جماعة هي ضرب الهوية الوطنية. ليه احنا بقى، وارجع لحضرتك في مسألة القدوة، لأننا للأسف اتأخرنا في الحتة دي بعض الشيء. العالم كله قفز، حتى حربنا الكبير مع جماعة الإخوان كانت حرب على الأرض. حينما عانت هذه الجماعة من العزلة بعد 30 يوم، العزلة في أكثر من قطر، يعني مش في مصر وبس، حينما أحست بالمواجهة العالمية دي جعلت الحرب الرئيسية على الإنترنت، وبالتالي الواقع الافتراضي هو مجال الحرب. فكرة مسألة عودة ماسبيرو، أنا واحد يعني لما رئي نشف في مسألة عودة ماسبيرو، ولكن حتى ماسبيرو بكل قوته هل يمكن أن ينافس الآن؟ ده سؤال. طبعا أتمنى أن ينافس. هل لو قعدنا الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة بتجربته العظيمة في الثقافة الجماهيرية، هل يقدر ينافس الآن؟ ده برضه سؤال تاني. المهم يا جماعة إن احنا نؤمن بأن لدينا قدرات، ولكن كما نبحث عن القدوة لابد أن نبحث عن القضية. وخير مثال هو ما حدث في هذا التحول الكبير على مدى شهر.
منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا. مصر بلد كبيرة، مصر بلد عظيمة، مصر ليها قوتها. اسمحوا لي إن أنا عايز أختم بجملة بسيطة. بيت شعر. لا هو مش بيت شعر، هو شعر عامي للأسف. يعني مش هو للأسف ليه؟ هو شعر عامي للأستاذ حسين السيد. في اوبريت اسمه اوبريت الارض الطيبه، ده لحنه الاستاذ عبد الوهاب، وبالمناسبه بعد 40 سنه من حب الوطن. في كوبليه يا ربي مصر كانت دوله وليها رايه فوق اعلى. لما كان بيعيش تايه في الغابه، مصر كانت دوله وليها رايه فوق اعلى سحابه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.